وبابا بيطلبوا منكم تعملوا كل حاجة صح. في مرة في سنة رابعة في حاجات، يعني أول سنة رابعة كنت شاطر فيها، فإيه أمي وأبويا كانوا بيقولوا لنا إزاي، وأنا عايزك تبقى كله صح، بس إيه بحتة فخر. يعني مثلا أنا منها اتشجعت إن أنا أعمل كده، بس برضو كان مضغوط عليا جدا. زي مثلا أنا بروح مدرستي، بس ربنا طبعا صالحني على كل ده، يعني جبت درجة حلوة الحمد لله. يعني كنت بروح المدرسة، باجي من المدرسة على الدرس، باجي على الدرس باكل وبعمل الواجبات، بخش انام. ده بقى 5 حاجات دي بعملها كل يوم، غير طبعا بقى النشاطات الأساسية اللي بعملها في الأيام بقى. يعني والحمد لله ربنا كرمني على هذا. حد عنده سؤال؟ طب ازاي انت ما كنتش حاسس بالتعب، برغم ان انت بتقول بتعمل 5 حاجات غير باقي الدروس، غير باقي الدروس الانجليش وباقي الدروس التانية؟ انت يعني كان ساعتها حياتك صعبة ولا ايه؟ قلت لك انا باخد في كل مادة اساسية اولا، ده ثانيا او كان في تعب وكده وارهاق كمان، وكنتش بقدر وكده، لكن ربنا عوضني الحمد لله.